السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا كل سنة وأنتم طيبين وكل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان الكريم. أعاد الله علينا وعلى الأمة الإسلامية باليمن والخير والبركات. النظام الغذائي امشي عليه، اللي خايف مثلا يخسر كتلته العضليه، اللي بيتسال ازاي يخس. طبعا شهر رمضان من افضل الشهور اللي الواحد يقدر فيها سواء يزود كتلته العضليه او يخس دهون. ليه؟ لان اساسا شهر رمضان بيطبق نظام اسمه الصيام المتقطع، هو احد انظمه الدايت. بس الفكره اللي احنا ازاي نعمل نظام غذائي نمشي عليه ونلتزم بيه بقدر الامكان. بالنسبه لمعظم الناس يعني افضل وقت للتمرين في 3 اوقات. قبل الفطار، وده للناس اللي عايزه تخسر دهون، بيبقى الوقت قبل الفطار كويس، بس قبل الفطار بساعه مش اكتر عشان تطلع من التمرين مباشره تاكل اول وجبه ليك. الوقت الثاني بيبقى بعد الفطار، ممكن بنص ساعه تاكل كارب سريع وتطلع على التمرين تاكل التمرينه بتاعتك، وبعد كده تاكل الوجبه الاساسيه اللي لازم بتكون من 3 عناصر الاساسيين: بروتين وكارب ودهون. الوقت الثالث قبل السحور بممكن ساعه بتخلص التمرين وتطلع برضه تاكل وجبه السحور بتاعتك. النظام الغذائي بنحاول نجمع فيه ال3 عناصر الاساسيه: الدهون والكارب والبروتين. في وجبه السحور لازم نحط بروتين كازين عشان يفضل معاك اكبر وقت طول النهار، فما تخسرش كتله عضليه. برضه لازم اثناء التمرين نكتر جدا من شرب الميه، لان الميه بتكون 71% من جسم الانسان ومن العضله اساسا عباره عن الياف مائيه. وباذن الله بعد كده هنعمل فيديو تفصيلي عن النظام الغذائي، عن نظام التمرين في رمضان، برضه نظام الكارديو للناس اللي عايزه تنشف او حاجه. وكل سنه عندهم كتلة عضلية، أنا أفضل إن هم يتمرنوا بعد صلاة التراويح، بعد ما يصلوا العشاء ويصلوا التراويح يبدأوا في البرنامج التدريبي بتاعهم، وبكده العضلة بتاعتهم هتزيد وهتتحسن ومش هتنقص ولا حاجة. الناس اللي خايفة تتمرن في رمضان. كان معكم الكابتن مختار ندى، مدرب نادي سيتي جيم في فرسكور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم